تاريخها موغل في القدم، حاضرها غني بالأحداث، وعلى ضفافها انصهرت الثقافات. هذه هي مدينة طنجة. طنجة العالية الشامخة بين بحرين، المطلة على قارتين. في هذه المدينة تمتزج الأسطورة بالحقيقة. على هذه الأرض استقر هرقل، ومنها انطلق ابن بطوطة. وبين زمني هاتين الشخصيتين آلاف الأسماء والقصص والأحداث تختزنها طنجة. تعاقبت الأزمنة وتوالت الأجيال، وبقيت طنجة نقطة التقاء مهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. موقعها الجغرافي الاستراتيجي مكنها من لعب أدوار حاسمة ثقافياً واقتصادياً. الصيد البحري بطنجة نشاط ضارب في عمق التاريخ، لا يزال من بين أهم الأنشطة الاقتصادية للمدينة إلى اليوم. في يونيو المنصرم تعززت المدينة بميناء جديد للصيد البحري، ميناء من الجيل الجديد فاقت تكلفته المالية 1,000 مليون درهم، ويشكل إطاراً ملائماً لاشتغال مهنيي الصيد البحري، لا سيما وأنه يتوفر على عدد من البنيات التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات البحرية وتثمينها. الهدف ديالو هو تحسين ظروف الاشتغال والعمل تاعنا. نشاط بحري آخر رائد بالمنطقة المتوسطية، ميناء طنجة المتوسط، الذي أضحى قاطرة للتنمية الاقتصادية بالمغرب وبوابة للمبادلات التجارية بين أوروبا وآسيا والأمريكيتين وإفريقيا. ميناء طنجة المتوسط يقوم المشاريع الضخمة بطنجة لا تتوقف عند سواحلها. الخط فائق السرعة أكبر ورش سككي بإفريقيا، مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال والمنشآت، مزود بأكبر جسر مخصص لخط فائق السرعة بالعالم. هذه القطارات الفائقة السرعة أطلق عليها اسم البراق، ذو الحمولة الرمزية الكبيرة، وسيتم الشروع في استغلالها بعد أسابيع قليلة. قبالة محطة القطار فائق السرعة يستوقف الزائر لطنجة أطول نفق تحت أرضي بالمدينة، ويبلغ طوله 200 متر. نفق يعد واحداً من بين الأنفاق السبعة بطنجة، والتي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ الذي يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة. التزايد السكاني والنمو السريع اللذان تعرفهما المدينة أصبحا يطرحان العديد من الإشكاليات البيئية.
هذه المحطة واحدة من المشاريع البيئية التي تهدف إلى معالجة المياه العادمة وإعادة استغلالها في سقي المساحات الخضراء. بالموازاة مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها طنجة، عرفت المدينة تشييد عدد من المركبات التي تستهدف فئة الشباب والأطفال. هؤلاء الأطفال يأتون إلى مركز خدمات شباب بحي مسنانة من أجل الاستفادة من عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية. كنجي لهنا فاش نفرغ الطاقة ديالي كاملة، بحال أنشطة كاملة، بحال تعليم الرسم، بحال تعليم مسرح. المشاريع التنموية بطنجة لم تستثن فئة الأشخاص في وضعية صعبة. هذا المركز المخصص للأشخاص التوحديين يهدف إلى جعل الطفل فاعلاً مساهماً في إدماج نفسه في المجتمع، حتى لا يكون التوحد مبرراً للتهميش والإقصاء، بل حافزاً لتحدي العقبات وإثبات الذات. مشروع اجتماعي آخر ذو بعد صحي سيرى النور عما قريب، المستشفى الجامعي لطنجة، ورش ضخم يمتد على مساحة تبلغ 23 هكتاراً، وسيساهم في زيادة تيسير الولوج إلى العلاج وتحسين جودة العرض الصحي بطنجة. قبل 4 سنوات أعطى الملك محمد السادس انطلاقة مشروع القرية الرياضية بطنجة، مشروع رياضي واعد له انعكاساته الإيجابية في إعطاء نفس جديد للمشهد الرياضي المحلي. فالمشروع يوفر كافة التجهيزات اللازمة والمناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية في فضاءات ملائمة وعصرية. ظلت مدينة طنجة تاريخياً مركز جذب لأصناف وجنسيات متنوعة من السياح. اليوم تسعى هذه المدينة إلى تحسين مركزها وتقوية جاذبيتها كإحدى أهم الوجهات السياحية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، عن طريق بنيات سياحية جديدة كالميناء الترفيهي الذي تم إنجازه مؤخراً باستثمار إجمالي ناهز 600 مليون درهم. منشآت ومرافق حديثة تؤسس فضاء طنجة الغنية بعشرات الشواهد التاريخية والمآثر التي تفوح عراقة وأصالة وتوهجاً. مغارة هرقل التي تمت إعادة تأهيلها مقصد سياحي مهم يبحث فيها البعض عن رهبة الأساطير والتمتع والاستمتاع بالتقاء أمواج البحر الأبيض المتوسط مع تيارات المحيط الأطلسي. كاب سبارتيل آخر نقطة في شمال القارة الإفريقية تطل على المحيط الأطلسي. عند هذه النقطة تتوقف جولتنا بمدينة طنجة التي لا تتوقف مسيرتها التنموية، وبخطى متوازنة ومتسارعة
تسير نحو التقدم والحداثة دون أن تتخلى عن رصيدها من التاريخ والثقافة والحضارة.